في الحقيقة اللي قدمه سليمان إسماعيل أول حد تعرفت بيه القاهرة لأول أمسية حضرتها في حياتي في القاهرة على المنهج بتاعها. ولما دعيته الواد المطلوب قال لي أنا عندي في الجو مرة وما كنتش متخيل بصراحة إن حد يسيب القاهرة ويجيب ناس كده ويجي واد المطلوب ويحضر معاهم. بس الراجل بصراحة خايف ظني خمسي ولقيته جايب حبايب ومن ساعتها فعلا الناس كلها بقت حبايب. كمال تعالى احنا منك وانت اصلا مننا يا ابو البتول مريم، يا ابو البتول مريم، والله صلاة الزين ايمن حبيب الناس ابن حبيب اسماعيل. معلش بس هو اول شخصيه محترمه جابني المكان الجميل ده قصر الجميل البيت اللي كنا بنفتخر ان احنا مع بعض. والله انا مش عارف اقول ايه بعد كلام كتير، بس انا عاوز اقول انا بحب وادي النطرون. انا من وانا عندي 6 سنين يمكن اقل من كده بحب وادي النطرون. والبعض منكم يعرف انا عشت في وادي النطرون، كنت باجي اقضي اجازتي هنا اساسا، فانا مش غريب على وادي النطرون. وادي النطرون فعلا محمد نوري قال لي على وادي النطرون، انا كنت عارف ان هو متاكد ان انا مش هاجي. يعني دي حقيقه، انا كنت حاسس فيه وهو بيقول لي ان انا مش هاجي وادي النطرون، زي ما كتير جدا متخيلين ان ما حدش هيسيب القاهره ويروح اي انا جيت وادي النطرون لان انا بحب وادي النطرون، وحب وادي النطرون فرض بجد، فرض عليا. انا جيت النهارده في حب الدين. وادي النطرون ومجد الوحيد. بس انا عاوز ارد على كلام محمد نوري ومش عاوز اطول عليكم. هو بيقول ان انا خلعت منه. انا الفتره اللي فاتت شاهد عليا اخويا احمد السندباد، اخويا مجد الوحيد، انا ما بقدرش ندوات. انا قطعت الندوات كلها، حتى الصالون بتاعي من 2020 تقريبا ما عملتوش. وحشنا الظلم بتاعك يا باشا ان شاء الله قريب نكون هنا في وادي النطرون. وعاوز اقول حاجه، ان اخر صالون يعني قبل التوقف كان هيتعمل، كان المفروض يتعمل في وادي النطرون، ولا زالت الدروع بتاعه التكريم بتاع مبدعي وادي النطرون موجوده عليه. فانا ما خلعتش منك يا محمد نوري، انا ما بحضرش ندوات اساسا. تجيب الدروع وبعد كده نتفق. طب ما تيجي ناخد الدروع من القاهره وتريحنا. انا الاول طولت عليكم، معلش انا اسف. انا ببارك لاخويا مجد الخير في الديوان الجميل، اللي لسه ما قراش يقول جميل لحد ما قراه بصراحه يعني. ده حقي يعني، لحد ما اقرا الديوان اقول جميل او مش جميل، دي ترجع لنا يعني. انا ماليش دعوه بقى فاز بالمشي التقييمي وفاز المشي التقييمي، دي مش مقياس بالنسبه لي، وكلنا عارفين المشي التقييمي بيحصل فيه. انا بقرا الديوان كده وابدا اكتب عنه، ساعتها هقول جميل. دي حقيقه انا بقولها مش كلام، مش بنكشه يعني. بعد ما اقرا الديوان كده انا عارف ان مجدي جميل. مجدي كشاعر شاعر جميل، كانسان جميل، بس ما اقرا الديوان بقى اتكلم عن الديوان، ساعتها انا بتكلم عن الديوان. لو اسم مجد الوزير على الديوان من بره من غير ما نقراه لا بص، لو اسمع ايمن اسماعيل نفسه على الديوان بره هقول لك لما اقرا الديوان بره. خايف ليه من خطوتك؟ خايف ليه من خطوتك؟ ليه السكوت؟ خايف ليه من خطوتك؟ ليه الكسوف؟ فتح عينيك شوف سكتك، انوي تشوف كل الحقائق مهمله، كل الظروف متهلهله، كل اللي عشته انما كان بحر كفر. كنت الدليل في الطريق، كنت الدليل في الطريق، وكانوا ورا خطوتي بخطوه. قربت منهم، خليت في كتفهم كتفي، حفظوا الطريق، باعوني ولوحدهم مشوا. المقارنة، وعشان المقارنة تكون عادلة، مين انت؟
عشان المقارنه تكون عادله. مين انت؟ وبتقارنيني بايه؟ انا اصلي ماسك في ايدي خيوط حرفي بشكلها واعدلها والونها، اقدمها واقرها، اطلعها، انزلها، فتخرج مني في الاخر قصيده. كل اللي يقراها يقول اسمي، انا فاعل، انا فاعل مش مفعول ولا مفعول به، ولا بداها بحرف مش حرف، ولا اشتريتش عضويه في اي مكان عشان نصاحب فلان وفلان. فلما تيجي قدامي او تيجي قدامي سيرتي تقول استاذ، وبلاش تبالي وانا واقف عشان عارفك وعارف اولي ومعايا كمان اخرك. قلبي اهتدى. لا مش حد والله ما حد. كان ليه على العموم يعني. قلبي اهتدى لما شاف بعينيه الرضا وحبة صبر رغم الشقة، رغم سنين عجاب متفرقة. لسان بيحمد ربنا وبيشكر له كل النعم. وانا اللي ساخط من الهوى، مين انا؟ وانت كل ده ومتحمله وتقولي اصبر يا ولد، اصبر تنول كل الرضا. ربك قادر يكرمك وبيكرمك، بس انت مستعجل قوي، مع ان طبعك مش كده. ايه غيرك؟ هو مش حب الناس يبقى كرم، ولا انك تعيش مستور وسط البلاوي مش ده كرم؟ ارضى واحمد ربنا. طولت عليكم بس دي عشان بقى كويس انتباه بيحبها. التعويذه بحق الشوق وتعويذتك على عيوني ما اشوف غيرك، وحكم العشق يأيدني اسير عيني. انا المسجون بدون قضبان وساجد قلبي في كفونك. ولو ينفك يوم سحرك يفارقني قلبي ويروح لك. ما انا اللي ساكنني مش قلبي، انا اللي ساكنني مش قلبي، انا المسكون بنور عشقك وتعوذتك مني بنصبها بايدي خطتها وباسمها ومن جواي تفاصيلها. انا المسجون وانا المسحور وانا السحار، وسحر دفنته في عيوني. بشكركم وبارك لكم بالخير وبارك لكم.